النهارده جايبه لك اختراع وفكره هتقولي وداعا لغسيل الشرشوبه، وعايزه اقول لك هتحلي معاكي مشكله كبيره في تنظيف الارضيات ولم الشعر والوبر مكان المسح. باذن الله الفكره دي هتعجبك قوي. ما تنسيش بقى تدعميني باللايك لو عجبتك الافكار، ويلا نبدا كده مع بعض باول فكره في الفيديو. ويلا بقى كده نصلي على رسول الله. اول فكره معايا النهارده جوانتيات اللي هي بتبقى البلاستيك دي، دايما بتزحلق من ايدينا او مثلا بتسرب ميه، بتبقي مثلا بتغسلي حاجه تلاقي الميه دخلت برده جوه ايدك زي ما هي، وايدك اتبهدلت برضو او اتزحلق من ايدك. فكره حلوه قوي ان انت بتجيبي قطعه كده من الاسترتش وتبتدي ان انت تلفيها على المعصم كده بتاع ايدك على الكيس بالشكل ده كده. استحاله ان هو يفك من ايدك او يسرب او يدخلك ميه او حاجه من اللي انت بتعمليها. بصي بالطريقه دي احسن كمان من الاستك. دي طريقه سهله وبسيطه، بتلفي كده الاسترتش رول على المعصم بتاع ايدك كده على الكيس وهيثبت معاكي بمنتهى السهوله. نيجي بقى الفكره اللي بعد كده جميله جدا، لما بتيجي تستخدمي شويه دقيق بتبقي عايزه مثلا تزودي دقيق للعجينه او عايزه شويه دقيق بساط، بدل بقى ما تاخدي بايدك وتبهدلي الدنيا او تاخدي بطبق او بمعلقه. طريقه سهله جدا ان انت بتخلي المضرب بتاع البيض ده كده جنبك بالشكل ده وبتفتحي الكيس بتاع الدقيق. انا احتجت مثلا شويه بعمل كده مضرب البيض وبشيل شويه دقيق بالطريقه دي بمنتهى السهوله ومن غير بهدله خالص، عامله زي المعلقه ويمكن احسن كمان. ولو كانت ايدك مش نظيفه برضو انت بتمسكيها كده من فوق فمش هتبهدلي الكيس بتاع الدقيق زي ما انت شايفه كده. خلاص لو انت بقى مثلا بتعملي حاجه بتضربي مثلا حاجه وعشان ما تبهدليش برضو الدقيق بتستخدمي مضرب تاني غير اللي انت بتطلعي بيه بالطريقه دي، وتطلعي بقى الكميه اللي انت عايزاها والشويه اللي انت عايزاهم صغيرين اللي عشان يظبطوا معاكي الوصفه. نيجي بقى الفكره اللي بعد كده، برضو علب اللبن الكبيره دي بتبقى حلوه جدا، بتعملي منها افكار كتيره قوي. من ضمنها برضو الفكره دي ان احنا بعد ما تغسليها وتشطفيها كويس بتبتدي ان انت تفتحيها كده، تاخدي الجزء اللي من فوق ده وتخلي الجوانب زي ما هي. انا فتحتها بالطريقه دي بصي اهي. اشيل بس كده الجزء اللي من فوق وتنشفيها كويس بالشكل ده وتخلي الجنب زي ما هو، وهناخد بس الجزء اللي من فوق. دي بقى تعمليها بايه؟ دي بقى بص ليها استخدامات كتيره قوي. انا بعد ما افتحها طبعا هغسلها وانشفها كويس جدا زي ما انت شايفه كده، وهتبقى معايا شبه العلبه بالظبط بالطريقه دي. دي كده بعد ما غسلتها ونشفتها بتحطي فيها بقى اي حاجه بتسيب عندك اثر، زي مثلا العسل، علبه السمن، المربى، اي حاجه بتسيب لك اثر سواء كان في الضلفه بتاعه الخزين او في التلاجة. بتحطيها كده وتبقى سهله عليكي ان انت تشطفيها على فكره، وهي بتستحمل الميه عادي يعني بتقعد معاكي فتره طويله. بتشيلك بقى العلب اللي بتعمل لك بهدله في الضلفه وبتسيب لك اثر زي العسل والمربى والعسل الابيض وكل الحاجات دي. نيجي بقى الفكره اللي بعد كده معانا السكر والنمل، علشان ما تخليش النمل يجي للسكر سواء كان في الصيف او في الشتاء وتعبك معاكي في المطبخ. شويه كده من النشادر هتحطيهم على الغطا بتاعه السكر او الحاجه اللي انت بيجي عليها النمل. النشادر بتمنع النمل. يعني في ناس كتيره قوي جربتها وشكرت فيها، ودي حاجه طبيعيه يعني ما تقلقيش لو الاطفال لمسوها ولا حاجه. النشادر دي معروفه ان هي حاجه مش مضره. نيجي بقى الفكره اللي بعد كده، الشاي بيكرف معانا ريحه لو ما بتحطيه في الضلفه مثلا مع اليد مع المشروبات التانية زي الكمون، الايسون، الكراوية، اي حاجة، القرفة، اي حاجة كده. لو بالذات لو العلبة مفتوحة، فانت لما بتفتحي العلبة بتاعت الشاي مفروض ان انت بعد ما تخلصي كده تقفليها كويس قوي وكمان تغلفيها بالاستريتش رول بالشكل ده. ده بيحميلك ان علبة الشاي بالذات الشاي السايب انه ما يكرفش معاكي ريحة حتى لو قعد مدة طويلة في الضلفة مكتومة كده مع باقي المشروبات بالطريقة دي. بصي استحالة بقى ياخد معاكي ريحة ابدا جوه الضلفة، وتحطيها بقى كده جوه المشروبات وانت مطمنة سواء كانت مفتوحة او مقفولة. تعالي بقى نكمل مع بعض باقي الافكار. الفكرة اللي بعد كده هتجيبي اي توكة من القطن دي، ودي بقى موجودة عندنا كلنا. عايزة اقولك دي بتحلي مشكلة كبيرة، ان لو انت عندك الباب بتاع الأوضة كده بيخبط على الحيطان وخايفة لحسن يبوظ الحيطة او الدهان، فبتجيبي التوكة دي وتبتدي ان انت تربطيها كده على الأكرة من ورا بالشكل ده، وتخلي الحتة اللي بتخبط كده متدارية تخبط بقى براحتها في الحيطة، مش هتسيب لك اثر ولا علامة. نيجي بقى الفكرة اللي بعد كده، اسهل طريقة علشان تقفلي بيها علبة الزبادي لما تفتحيها علشان ما تنشفش معاكي. اي حاجة فيها مية سخنة او كوباية شاي سخنة او اي حاجة سخنة بالشكل ده، وتبتدي ان انتي تضغطي بيها على اطراف العلبة. الازاز بيبقى سخن من المية او من الشاي او من القهوة السخنة، وتبتدي ان انتي تحطي كده على اطراف العلبة هتلزق معاكي كأنك ما فتحتيهاش خالص. بالطريقة دي تضغطي عليها كويس قوي، بس لازم الكوباية تكون سخنة والازاز يكون سخن
هتلاقيها اتقفلت معاكي بمنتهى السهوله، وتقدري بقى ان انت تحطيها تاني في التلاجة من غير ما تنشف ومن غير ما يحصل لها حاجه. لو عجبتك الافكار لحد دلوقتي ما تنسيش تدعميني باللايك، وتعالي كملي معايا. نيجي بقى للفكره الاساسيه اللي معانا في الفيديو. جايبه لسه شرشوبه جديده كده وعايزاها تبقى دايما بيضه ونظيفه. هقولك على طريقه سهله تحافظ لك على نظافه الشرشوبه، تبقى دايما بيضه كده كانك لسه شارياها. وكمان فكره حلوه قوي هتنفعنا في تنظيف السيراميك بحاجه كده بسيطه موجوده عندنا، اللي هي الشبكه دي بتيجي مع الاكياس الاريال الاوتوماتيك او الصابون السائل. لما تلاقيها اوعي ترميها، ليها استخدامات كتيره قوي وافكار كتيره قوي. بصي يا ستي، احنا بتلبسيها كده عندك للشرشوبه بتاعتك سواء كانت قديمه او جديده بالشكل ده. وهتبتدي ان انت هتربطيها على يد العصايه مثلا باستك، او ممكن تدخليها كده جوه الحته اللي بندخل فيها العصايه لو كانت العصايه عندك واسعه وبتفلت، فدي برضو هتمسكها معاكي. يعني انت لو كانت عندك العصايه واسعه على الشرشوبه بالشكل ده تدخليها وتبتدي ان انت تلفي عليها العصايه تلاقيها ربطت معاكي. طيب انا عندي العصايه بتاعتي مظبوطه، يبقى ساعتها ممكن اثبتها باستك عندي زي ما انت شايفه. وكده انت عملتي حاجه في حاجتين. ايه بقى؟ هتجيبي بقى الشرشوبه دي عباره عن شرشوبه هتنضف لك بيها السيراميك وتلمع لك بيها السيراميك، وكمان هتشيل لك البقع والحتت اللازقه اللي بتبقى موجوده في السيراميك زي الحتت السوداء اللي موجوده هناك دي بتبقى عايزه فرشه او تقعدي تميلي كده في الارض، ما بتطلعش بسهوله من الشرشوبه. وكمان الفتل والوبر اللي بعد ما تمسحي وتنضفي بتلاقي كده في فتل في السيراميك ووبر وخيوط وشعر. دي بقى استحاله الفكره دي تلاقي حاجه زي كده موجوده في الارض، وبتستخدميها عادي بالطريقه العاديه زي ما انت شايفه. يبقى انت كده عملتي 2 في 1. عامله زي الفرشه بتاعت السيراميك بتشيل لك البقع، لان هي طبعا الشبكه دي بتبقى خشنه شويه، فبتنضف لك البقع والحتت الصغيره اللي بتبقى لازقه في السيراميك من غير ما تتعبي وانت واقفه كده. وكمان بتلم لك الفتل والشعر اللي بيبقى موجود عندك في الشرشوبه. بصي بالطريقه دي بتعمليها كده زي كأنك فرشة بالظبط، بتلمعي وفي نفس الوقت اي بقع صعبة وحتت لازقة ما بتطلعش معاكي وانتي واقفة، بتلاقيها طلعت معاكي بسبب الشبكة اللي احنا حطيناها في الشرشوبة. بالطريقة دي جربيها الفكرة دي وهتنفعك قوي في مسح الأرضية. نيجي بقى الفكرة اللي بعد كده. لو عايزة تسخني كذا طبق في الميكروويف والميكروويف بتاعك صغير، فبدل ما تقعدي تشغلي طبق لوحده كده ممكن تحطيهم التلاتة مع بعض. ان انت بتجيبي كوباية بس تكون الكوباية دي بتدخل الميكروويف يعني بتستحمل الحرارة، وبتجيبي عليها الطبق وتبتدي انت تسخني اللي انت عايزاه براحتك، وكده شالك معاكي 3 اطباق بالطريقة دي. بصي بس زي ما اتفقنا لازم الازاز ولازم الاطباق اللي انت بتستخدميها تكون تستحمل ان هي تدخل الميكروويف. تعالي بقى نشوف الفكره اللي بعد كده. كلنا بنبقى لسه منضفين الازاز، ولما تقلي او تحمري حاجه بتلاقي العين بيبقى وراها كده مليان دهون، وبرغم ان انت بتبقي لسه مسحاه ومنضفاه بالطريقه دي سهله جدا وفكره بسيطه خالص بتعمليها. قبل ما تحمري بتجيبي كده مناديل بتاع المطبخ وتحطيها كده شويه ميه ببخاخه وترشي عليها ميه ناحيه العين اللي انت بتستخدميها في القليه. تمام. الفكره دي اي طرطشه زيت اي دهون اي حاجه نتيجه القليه والتحمير بتيجي على المناديل، ممكن تستبدليها بورقه الفويل زي ما انت شايفه يعني المتوفر عندك. وبعد ما تخلصي بتبتدي انت تمسحيها بالطريقه دي، وبتحافظي كده على نظافه الازاز بتاعك بمنتهى السهوله. نيجي بقى الفكرة الأخيرة. علشان تنضفي الشرشوبة بتاعتك هتستخدمي الكلور، ولو كانت عندك بودرة مبيضة دي حلوة جدا برضو، بتحطيها كده في مية سخنة. يبقى لازم تنزلي كده بعد كل غسيل، يعني ما تسيبيش الشرشوبة مرة على 2 هتلاقيها غمقت ومش هيطلع معاكي. بعد كل غسيل أو بعد كل مسح قصدي تحطي شوية داوني وكلور ولو عندك بودرة مبيضة، وتبتدي ان انت تنقعي الشرشوبة بتاعتك بمية سخنة. بعد كل مرة استحالة لا لونها يبقى غامق ولا تطلع ريحة وحشة ولا تلم فتل ووبر معاكي. كده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم والسلام عليكم.